قضية إنفيلد كانت أرعبت كل سكان إنجلترا بالكامل، ودي باختصار قضية بتتكلم عن المس الشيطاني أو التلبس بالجن. بالرغم إن في ناس كتير مش بتهتم بالنوعية دي من القضايا، إلا إن قضية إنفيلد بالتحديد حرفيا كانت شغلت الرأي العام على مستوى العالم، لدرجة إنهم عملوا عليها فيلم مشهور جدا. كفاية كده مقدمة، وتعالى نختصر الحكاية من أولها، تابع معايا للنهاية. القصة بتبدأ في منزل إيجار كانت ساكنة فيه ست مطلقة اسمها مارجريت، ومعاها أطفالها الأربعة، وهم بيغ 12 سنة، وجنايت 11 سنة، وجوني 10 سنين، وآخرهم بيلي وده كان 7 سنين. المهم في إحدى ليالي سنة 1977 طلبت الأم من ولادها الأربعة إنهم يروحوا يناموا فورا في الأوض بتاعتهم الموجودة في الطابق العلوي من المنزل، وقعدت لوحدها تحت في غرفة الجلوس علشان تتفرج على التلفزيون شوية وتستجم يعني مع نفسها. بعد حوالي 5 دقايق سمعت صوت دربكة ودوشة عالية جدا جاية من ناحية أوضة البنات. ساعتها الأم فضلت تزعق بغضب شديد وقالت سيبوا اللعب وروحوا كملوا النوم. لكن الغريب إن الدوشة فضلت مستمرة، وكمان فضلت تعلى أكتر من الأول. فقامت السيدة مارجريت من مكانها واتجهت للطابق العلوي ناحية أوضة البنات، وهنا كانت جابت آخرها من الغضب. لما فتحت باب الأوضة اتفاجأت إن البنات نايمين في السرير بتاعهم ومش بيتحركوا أبدا. لما ركزت في ملامح وشهم اتضح إنهم لسه صاحيين، لكنهم مش بيتكلموا أبدا، ونظرات عينيهم مليانة رعب وخوف من شيء مجهول. لاحظت الأم إنهم عمالين يبصوا على الدولاب الصغير اللي كان موجود في الأوضة، وهي كمان لما بصت على الدولاب ده كان حصل لها زي صدمة شديدة. باختصار لاحظت الأم إن الدولاب موجود في نص الأوضة بالظبط. طب ازاي يعني البنتين الصغيرين هيقدروا يزقوه لوحدهم من مكانه، واللي هو اساسا كان لازق في الحيطة؟ وهو ده السبب اللي خلى السيدة مارجريت ما كانتش لاقيه له اي تفسير نهائي. على كل حال حاولت تهدي الدنيا وتتجاهل الموقف الغريب ده، وراحت زقت الدولاب ورجعته مكانه، وخلاص الامور شبه استقرت. لكن لما جت تخرج من الأوضة علشان تسيب البنات يعني تكمل نومها، شافت الدولاب وهو بيتحرك لوحده قدام عينيها، وراح استقر مرة تانية عند منتصف الغرفة بالتحديد. وهنا الأم أدركت إن اللي حصل ده خارج نطاق أو حدود العقل البشري. من الآخر كده اتأكدت إنهم مش لوحدهم في المكان، يعني في قوة خفية أو جن أو شيطان بيلف حواليهم في الأوضة. وهنا الأم وبناتها كانوا في صمت تام من ذهول الموقف أو الأحداث الغريبة اللي بتحصل حواليهم. واللي كسر الصمت ده هو صوت الخبط اللي بدأ يحصل على الحيطة اللي قصادهم في الأوضة. وطبعا السيدة مارجريت ما كانتش قادرة تمسك نفسها من شدة الرعب اللي كانت فيه، لا هي ولا بناتها. وساعتها بدأت حاجات تقع على الأرض لوحدها وتتكسر. فقامت الأم أخدت ولادها الأربعة بسرعة قبل ما تحصل حاجة في أي حد منهم، وعلى طول هربت على البيت اللي جنبهم فورا، وراحت عند الجيران وحكت لجارتها كل اللي حصل معاهم، وطلبت منها المساعدة، وإن أعصابها تعبانة جدا ومش قادرة تنسى اللي حصل معاهم. وهنا جارتها حاولت تطمنها وتهديها على قد ما تقدر، وقالت لها ما تقلقيش، أنا هبعت زوجي فورا يشوف إيه اللي بيحصل عندك في المنزل، وكل شيء هيكون على ما يرام. الزوج ده كان اسمه السيد فايك، وكان بيشتغل في مجال البناء، وكان عنده ضخامة جسمانية وقوة شديدة، ومعروف عنه كمان إن هو شجاع ومش بيخاف من حاجة أبدا. المهم حكوله عن اللي حصل في المنزل، وطلبوا منه هما الاتنين إنه يروح البيت لوحده ويتفقد الأمور اللي جواه ويشوف إيه اللي بيحصل وإيه مصدر الصوت. وبالفعل خرج من البيت عندهم واتجه ناحية منزل السيدة مارجريت لحد ما وصل عنده ودخل جواه. وقف في نص البيت في الطابق السفلي وقعد ينظر لكل ركن من أركان المكان. في البداية الأمور كانت يعني شبه طبيعية، وهنا الزوج اعتقد إن الموضوع مجرد تهيؤات مش أكتر من كده. لكن لما جه يخرج بدأ يسمع صوت الخبط على الحيطان في وقت واحد، يعني الصوت كان على الحيطان كلها. والمشهد ده استمر لكام ثانية فقط، ورجع الصوت وقف لوحده. الراجل كان بدأ يندهش من اللي حصل، وأثناء ما هو بيفكر فيه بدأ صوت الخبط يشتغل من جديد، بس المرة دي في الدور العلوي. وبدأ يطلع السلم بهدوء علشان يبحث عن مصدر الصوت الغريب ده. أول ما طلع فوق كان واقف في نص الممر ما بين الأوض، ومستني يسمع صوت الخبط علشان يتجه ناحيته ويحدد مصدره ويفهم ايه نوعيته بالظبط. وهنا سمع صوت الخبط اشتغل في الأوضة اللي كانت وراه في نهاية الممر أو الطرقة.
وفضل ماشي بهدوء لحد ما وصل عند الأوضة ودخل جواها. والغريب هنا إن الصوت كان اختفى بشكل نهائي، لكن المرعب إن هو اشتغل تاني بس في الأوضة اللي جنبها. وهنا الزوج أدرك خلاص إن المكان ده مسكون بالجن والعفاريت. وبصراحة يعني بدأ الراجل يفقد الشجاعة اللي كانت معروفة عنه ما بين الجيران، وساعتها قرر إن هو لازما يغادر البيت فورا قبل ما أي حاجة وحشة تحصل فيه. الراجل حس إن هو ممكن يفقد حياته جوه المكان ده، أو بمعنى تاني الجن هتتخلص منه. المهم نزل للدور اللي تحت، وأول ما وصل عند باب الخروج سمع صوت الخبط جاي من ناحية البدروم أو قبو المنزل من تحت. فحاول للمرة الأخيرة إن هو يتشجع ويضغط على نفسه ويروح يبص في القبو، يمكن يكون صوت الخبط ده مصدره صوت المواسير بتاعة المية، وهو ده اللي اعتقده الزوج ساعتها. المهم نور الكشاف بتاعه وراح نزل في البدروم، والغريب هنا إن صوت الخبط مازال شغال، وبدأ يفحص كل مواسير المية، والصدمة إن كلها كانت سليمة ومفيهاش أي مشاكل نهائي. وهنا الراجل طلع يجري من المنزل بأقصى سرعة عنده لحد ما وصل عند المنزل بتاعهم. وهنا بدأت زوجته والسيدة مارجريت يسألوه عن اللي حصل معاه وهل توصل لشيء جديد ولا لأ. لكن قبل ما يرد عليهم لاحظوا إن جسمه عمال ينتفض من شدة الخوف والفزع اللي كانوا فيه. وهنا السيدة مارجريت عبرت عن المشهد ده بكلماتها إن عمرها في حياتها ما شافت راجل بالضخامة دي مرعوب بالمنظر ده، وطبعا ما كانش قدامها غير الشرطة علشان تبلغهم بأحداث المنزل الغريبة. وبالفعل اتجهت عربية بوليس علشان تفحص المنزل من جوه، ودخلوا جوه البيت شرطي وكان معاه واحدة ست شرطية، وبدأوا يبصوا بعينيهم عن السقف والأرضية بتاعت المكان وفي كل حتة داخل المنزل. وبعد ما الدنيا كانت هادية حواليهم بدأ صوت الخبط يشتغل على كل الحيطان اللي حواليهم، وشافوا قدام عينيهم كرسي بيتحرك لوحده مسافة 3 أو 4 أقدام. طبعا البوليس اعتقد إن ده مقلب معمول فيهم، أو في حد أو شخص مجهول هو اللي رابط الكرسي بخيط شفاف وبيشده من مكانه. ساعتها قرروا إنهم يفحصوا الكرسي كويس جدا ويشوفوا إيه النتيجة، والصدمة اللي رعبتهم إن الكرسي مفهوش أي خيط أبدا. ساعتها قرروا إنهم يمشوا من المكان فورا، بعد ما أدركوا طبعا إن المكان ده جواه نشاط خارق للطبيعة. ولما السيدة مارجريت قابلتهم علشان تعرف الأحداث قالوا لها موضوعك ده مش يعني ما يخصش البوليس في أي حاجة أبدا، وسابوها ومشيوا وهم في قمة الرعب، ومعنى كلامهم إن المكان ده محتاج حد روحاني. المهم بدأت حكاية البيت تنتشر ما بين كل السكان المحليون، وهنا بدأت تسمع الصحافة بقصة البيت، فقررت صحيفة منهم إن هي تبعت 2 من المراسلين علشان يرصدوا الأحداث جوه المكان ويكتبوا أي حاجة يشوفوها، ويا سلام بقى لو قدروا كمان إنهم يوثقوا حاجة منها. المراسلين أول ما دخلوا البيت شافوا حاجات عمالة تطير في الهوا لوحدها، يعني ملابس بتتحرك من مكانها، صوت الخبط على الحيطان بدأ يشتغل، كوبايات بتقع على الأرض وتتكسر، التلفزيون بيشتغل ويطفي لوحده، كتب بتقع من على الأرفف من تلقاء نفسها، وحاجات كلها مرعبة مش قادرين يتخيلوها أبدا. وأكتر حاجة دبت الرعب في قلوبهم إن في أصوات صراخ كانت جاية من الدور اللي فوق. وبالفعل نجحوا إن هم يرصدوا تسجيلات صوتية بكل الأحداث دي. لما جم يشغلوها في الجريدة كدليل للناس على صدق كلامهم اتفاجئوا إن التسجيلات كلها كانت اتشفرت تماما، ودي حاجة غامضة ما كانوش لاقيين لها أي تفسير. مش مصدقين إزاي يعني التسجيلات اللي تعبوا فيها تتمسح بالصورة الغريبة دي. في نهاية المطاف السيدة مارجريت ما كانش قدامها غير جمعية روحانية يمكن تقدر تساعدها في حل المشكلة بتاعتها. بعد 3 أسابيع اتصلت بيهم وبعتوا لها 2 من العلماء الروحانيين، واحد اسمه موريس جروس والتاني كان اسمه غاي ليون. المهم موريس أول ما دخل المنزل شاف مكعبات من لعبة عمالة تطير في الهوا، ونجح إن هو يمسك مكعب منهم، ولاحظ إن درجة حرارته كانت عالية جدا. وطبعا شاف العفش كله بيتحرك من تلقاء نفسه، وشاف كمان قميص قديم كان بيتحرك في الهوا بحركات عشوائية. لاحظ موريس هو والمحقق اللي كان معاه إن كل النشاطات الخارقة دي بتزداد غضب أكتر وأكتر في حضور البنت الصغيرة جينايت، لدرجة إن الدفاية الحجرية ودي كانت ضخمة ووزنها تقيل اتخلعت من مكانها اللي في الحيطة. والمرعب أكتر إن حتى الشباك الحديد كان بدأ يتني وهو راكب مكانه. من الآخر كده المشكلة كلها كانت بتدور حوالين البنت دي،
ده غير ان اهلها وجزء من الجيران الكل اقسم انهم شافوها بتطير في الهوا جوه الاوضه بتاعتها. بعد كده جنايت دخلت في مرحله غيبوبه او مرحله اللاوعي، وساعتها جات لها قوه خارقه من تحت الارض، لدرجه انها في مره شالت صحفي ورمته مسافه حوالي 4 امتار، بالرغم يعني ان هي عيله صغيره. لما المحققين الروحانيين قعدوا معاها في جلسه، بدأت تتكلم معاهم بصوت مرعب جدا، وكان صوت خشن لراجل عجوز من الواضح ان هو تعبان. والمرعب اكتر انها ما كانتش بتفتح بقها او بتحرك شفايفها حتى. الروحانيين عرفوا من خلال الجلسات دي ان الراجل العجوز كان اسمه بيل ويلكنز، وانه مات بسبب جلطة دماغية، وانه كان عايش وحيد في المنزل ده من فترة وما كانش في حد بيسأل عنه. وقال ان هو قبل موته كان اتصاب بالعمى وحصل له نزيف في الرأس، وحس ان هو عايز ينام شوية، فقعد على الكرسي اللي جنب السلم وبعدها مات عليه. ولو تاخد بالك من النقطة دي، هو ده سبب تحريك الكرسي لما الشرطة دخلت عنده في البداية. الغريب هنا ان جنايت بتقول ان هي مش فاكرة اي احداث بتتم خلال الجلسات الروحانية. ومن هنا حبت المحققين الروحانيين تتأكد هل البنت بتمثل عليهم او بتخدعهم يعني ولا لا، وطلبوا منها انها تشرب شوية مية بشرط ان هي ما تبلعهمش وتحتفظ بيهم جوه بقها، علشان من خلال الطريقة دي يقدروا يكشفوا كدبها لو هي يعني بتصطنع الصوت. وبالفعل قدرت تتكلم معاهم، والمية محفوظة جوا بقها لحد النهاية. ساعتها الروحانيين سألوا طبيب مختص في الحنجرة هل الإنسان يقدر يتكلم وهو قافل بقه وفيه جواه مية، فقال لهم الدكتور إن الأمر ده مستحيل إن هو يحصل، ولو حد فكر إن هو يعمل كده هيدمر كل أحباله الصوتية خلال دقايق معدودة. بعد فترة اتصل واحد بالمحقق موريس وقال له إن هو ابن السيد بيل ويلكنز، وإن أبوه فعلا كان ساكن في منزل السيدة مارجريت ومات جواه. الروحانيين زرعوا كاميرات جوه أوضة جنايت، وقدروا إن هم يرصدوا مشاهد ليها وهي فعلا بتطير في الهوا، والعفش اتحرك من مكانه في الصور. وفي النهاية ما قدروش يساعدوا الأسرة في حل مشكلة بنتهم. على مدار الوقت البنت كانت كبرت واتجوزت، وبدأ الموضوع يختفي من حياتها بشكل تدريجي لحد ما انتهى بشكل نهائي. بالمناسبة يعني الأسرة دي كانت سابت المنزل وبدأت أسرة جديدة تسكن فيه. الغريب بقى هنا إن ظهر لهم شبح الراجل العجوز بالليل وهم نايمين. ودي نقطة حبيت أقولها لك بما إن أنت كملت معايا الفيديو للنهاية. بعد الموقف ده أقسموا إن هم مش هيقعدوا في البيت لثانية واحدة بعد اللي حصل. وآخر أسرة سكنت في المنزل رفضت تتكلم مع الصحافة عن أخبارهم أو أي أسرار بتحصل معاهم. ولحد هنا القصة انتهت. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة، وما تنساش تتابع كل جديد أنا بقدمه. أهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي. شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر أستمر معاك الفترة اللي جاية. بالمناسبة تعبت جدا في الفيديو ده. سلام.